بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم كيكة ببيضة واحدة تجي طالعة هشة وخفيفة، والذوق تاعها ولا أروع، راح تجيكم بنينة بزاف بزاف. متأكدة مليار بالمية إذا جربتوها راح تعجبكم، وراح نمد لكم جميع النصائح إن شاء الله باش تنجحوا فيها. وبلا ما نطول عليكم نروح مباشرة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. في ريسيبتون هنا حطيت بيضة بدرجة حرارة المطبخ. طبعا هنا البنات كي تجيو تخدموا اي كيك ولا حلوى لازم البيض تاعكم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. ضفت لهم رشة ملح لتصحيح الذوق، نص مغرف كبيرة ولا حطوا مغرف صغيرة لافاني، وكاس صغير ربع سكر. نخلط جميع المكونات غير بالفوي. في هذه الوصفه ما نحتاجوش الضرب الكهربائي، نبقاو نخلطوا البنات حتى نحسوا بلي السكر تاعنا بدا يذوب وتغير لنا لون الخليط كيما راكم تشوفوا. في المرحله هذه نضيف كاس صغير ربع زيت، نضيفوه البنات بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى نكملوا الكميه كامله. وهذه الخطوه البنات راح تخلي الكيك تاعنا ما يجيناش مكبد ومعجن. نزيد نضيف هنا كاس حليب دافي. هنا البنات لازم الحليب يكون دافي باه يعاون السكر تاعنا باه يذوب. وتقدروا هنا تعوضوا الحليب بعلبه تاع ياغورت طبيعي بذوق لافاني ولا بذوق الليمون. نخلط المكونات مليح حتى نحس بلي السكر هذاك داب تماما وكامل المكونات نسجموا مع بعضهم. نزيد نضيف مبشور الليمون. تقدروا هنا البنات تخدموا بمبشور البرتقال. كي تجيو البنات تبشروها حاولوا ديروا غير القشره الفوقانيه، يعني ما ديروش هذيك القشره البيضاء بويسك راح تمد لكم مروريه في الكيك. هنايا نبداو نضيفوا في النواشف. عندنا البنات كاس تاع فرينه، ضفت عليه نص كاس نشا ولا مايزينا، وهذا هو البنات السر اللي راح يمد خفه للكيكه تاعنا. لازم هنا البنات طبعا نغربلوهم باه ندخلوا كميه مليحه من الهواء للكيكه تاعنا وتجينا خفيفه. نخلط هادو المكونات مع بعض حتى يولي عندنا خليط واحد، ونشوفوا اذا الخليط مازال يحتاج الفرينه ولا لا. هنا لقيت بلي الخليط مازال سائل، زدت ضفت الكاس الثاني وضفت عليهم علبه ونص خميره كيميائيه. الوزن الاجمالي 15 غرام. نزيدو نخلطوهم مليح مليح. هنا البنات بعد ما تخلطوهم راح تشوفوا بلي الخليط تاعكم راهو ثقيل، يعني ماهوش الخليط تاع الكيك. في هذه المرحله نضيف لهم اكثر من ربع واقل من نص كاس عصير الليمون. نتمنى غالياتي تكونوا فهمتوني. نزيد نخلطهم شويه ودرك نوري لكم القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. يعني القوام تاع الكيك العادي، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. اخر مكون رايحين نضيفوه هنا هو مغرفه كبيره خل. هنا البنات الخل يعتبر كمحسن، وهذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه في الاخير. كي تجيو البنات تهزوه بالمغرف يبقى يسيلح معاكم على شكل خيط، يعني ما يتقطعش معاكم. جبت المول فرشته من تحت بابي كويسون، من الاطراف دهنته بالمارغرين ورشيته بالفارينه، وراح نفرغ فيه الخليط وندخله للفور اللي كنت شعلته مسبقا على 170 درجه. نحطه في الرف الوسطاني. بعد ما نشوفوا البنات طابلي من التحت وبدا يحمر لي من الجوانب نهبطوا للرف التحتاني. نزيد نشعلو من الفوق حتى يطيب له ونشوفوا خدا هذاك اللون الذهبي ونخرجه. هاوليكم الكيك تاعنا بعد ما خرجته من الفور. شوف الله يبارك البنات كيفاه جا عالي ما شاء الله، مع انه خدمناه غير ببيضه واحده. وشوفوا لي هذاك اللون الذهبي، يعني بسم الله ما شاء الله خرج ولا اروع. خليته حتى برد مليح ومليح وديموليتو. درك البنات نروح نزينوه مع بعض. دهنته من الفوق بكميه من العسل ورشيت عليه كاوكاو محمص ومرحي. تقدروا هنا البنات تدهنوا بالكونفيتور وترشوه بالكاوكاو ولا بنوا كوكو. كيما تقدروا البنات تذوبوا 100 غرام شوكولا، تضيفوا لها 2 مغارف كبار حليب، مغرفه كبيره زيت، تخلطوهم مع بعض وتحطوهم فوق الكيك وتزينوه كيما تحبوا نتوما. كيما ديما نقول لكم حبيباتي التزيين اختياري ويرجع لأذواقكم. انا فقط مديت لكم وصفه ناجحه مليار بالمية، سهله واقتصاديه. تقدروا تحضروها لقهوه الصباح ولا قهوه العشيه وتفرحوا بها وليداتكم، يعني ما راح تاخذ معكم ني وقت ني جهد.
وهاي لكم خواتاتي الكيكه تاعنا في شكلها النهائي. شوفوا الله يبارك، مع انه درنا لها غير تزيين بسيط ولكن جا شكلها يشهل. نقسم لكم هنا البنات باه تشوفوا القوام تاعها وتشوفوا لي هذيك الخفه وهذيك الطراوه كيفاه جات من الداخل يعني وكيفاه جات عاليه، يعني بسم الله ما شاء الله. تقول خدمناها بزوج بيضات ولا 3 وحنا خدمناها غير بيضه واحده. نتمنى خواتاتي تجربوها وترجعوا هنا للفيديو وتخليوا لي رايكم في التعليقات باش كامل اللي يشوفوا هذه الوصفه يتشجعوا هما تاني ويجربوها. وماذا بيا ما تنسونيش غالياتي بلي جيم وبالبارتاج باه نتحفز ان شاء الله ونقدم لكم المزيد والمزيد من الوصفات السهله والاقتصاديه اللي راح تنال اعجابكم. واللي زارت القناه لاول مره نقول لك حبيبتي تفضلي اشتركي وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد ومرحبا بك. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.